يا مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو النهاردة بيتكلم عن محمد وآلاء. آه، طلعوا إشاعة وكذبوها في نفس الوقت إن محمد وآلاء متعاركين عركة جامدة جدا، لدرجة إن هي بسبب شروق بنته الأولانية من زوجته الأولى، إنها بيقولوا إن هي هتروح وهتعيش معاه، وآلاء رفضت الموضوع رفض تام وقالت أنا مش هينفع أربي شروق، أنا مش هينفع مش عارف إيه. فطبعا العنوان شد الناس كلها ودخلوا فيه إيه يا جماعة، إيه ده معقولة آلاء بالأخلاق دي؟ مع إن معروف إن آلاء بتحب محمد، ومن البنات العياشة زي ما بيقولوا كده، ايه، بتحب تعيش، بتحب تكمل حياتها، عايزة تكمل وبتسمع كلام جوزها وما شاء الله عليها، يعني نعمة التربية ونعمة الأخلاق. فطبعا استغربت، لقيت طبعا اللي بيتكلم الشخصية اللي اتكلمت عن الحوار دوت ان هي في مشكلة بينها وبين محمد. بتقول لا يا جماعة ما حصلش مشاكل، لا يا جماعة ما فيش حاجة، هو كل ما في الموضوع ان آلاء ان دي اشاعه ومفيش ام هتستغنى عن بنتها وتوديها. ولو حصل، انا في خيالي ان لو حصل وخلاص، وده امر واقع، ان لازم محمد يربي البنت او هياخدها من امها، اكيد هيوديها لامه. لكن هو يربي او آلاء، اظن هتبقى حاجه ممكن آلاء توافق وكل حاجة، بس برضو هتبقى صعبة، خصوصا لو ربنا كرمها يا رب كده هوت ببيبي ولا حاجة، هيبقى فيه تفرقة في التعامل، هيبقى ماشي، مش هتعذبها بس مش زي بنتها. يعني الأم نفسها، يعني أم شروق عمرها ما تعمل كده أساسا يعني. فمناسبة برضو البيبي والكلام ده، طبعا احنا شفنا لما محمد وآلاء راحوا الامارات، قال حمدي وهم قاعد كان عازمهم على الاكل، فبقى عمال يقول لها خدي غذي البيبي، خدي اكلي البيبي، خدي عشان اللي في بطنك والكلام ده. فانا رايي ان هو ده سبب، بس كده ايه، حاجه كده نخلي المتابعين يقعدوا يفكروا زي كده. ما حمدي وحوارات على طول بيتكلموا في حته ان انتوا استنوا، يعني حمدي معودنا في كل فيديو لازم يقول لنا ايه، استنوا المفاجأة، الفيديو الجاي في مفاجأة، الفيديو الجاي في مفاجآت في الفيديوهات الجاية، وساعات بتبقى فيه وساعات ما يبقاش فيه. هو بس نوع من انواع اللي هو ايه، ما تنسوناش، اللي هو نرمي لكم موضوع تقعدوا تعملوا عليه فيديوهات. يعني الناس اللي بتعمل فيديوهات عن حمدي ووفاء وبتعمل هاشتاج لحمدي ووفاء بيكبروا قناتهم وبيكبروا قناة حمدي ووفاء والناس ديت برضو، فبيقول لك كله فايدة لينا. فاليومين اللي احنا مش هنشتغل فيهم او نغيب فيهم، نرمي موضوع للناس يفضلوا يتكلموا فيه، مع ان يعني هي لو حامل مش هيقولوا دلوقتي، يعني ما اظنش، ولو حامل ربنا يرزقها، اكيد الناس مش هيبقى ليها يعني مش هيبقى ليها فايدة في ان انا اعرف حامل ولا مش حامل. ربنا يكرمها ويسعدها ويدي كل حد محتاج يا رب ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.